بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا زانين وطيبين يا رب في كل مكان بإذن الله كده. يا عاملين دي يا جماعة فيديو البحة اللي رقدت الأولانية خالص، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزه نقعد نمسك في الحاجه كتير. بسم الله ما شاء الله، مش عارفه باينه ولا لا. اهيت يا جماعه، شايفين البيض. بسم الله ما شاء الله كده انا سمعت صوت فلقيتها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه، شايفين؟ دي احلى مفاجاه طبعا الواحد ممكن يشوفها. ربنا كده يكملنا على خير ان شاء الله ويطلع لنا كلنا بخير. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، البحر الله اكبر، مقلب البيض كلها بسم الله ما شاء الله زي بعض. الله اكبر الله اكبر، كلها ناقر يعني. اهو كلها ناقر يا جماعه. مش عارفه الفلاش مبين لكم، شغلت لكم الفلاش عشان اوضح. اهي يا جماعه ناقر اهي. اللهم صل على سيدنا النبي. كلها ناقر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بصوا، شايفين البحه تنقر في ايدي، يعني انا سامع صوت النقر وصوت الصوصه اللي البحه شغاله فيها من جوا. ودي دي ناقره برضو. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام. دي يا جماعة كده مفاجأة، فيديو كده ان شاء الله خفيف وسريع بإذن الله. دي أول بحة يا جماعة رقدت معانا. اللهم صل على سيدنا النبي. والله يا جماعة احنا ولا عملنا ان احنا نشوف البيض فيه تخصيب ولا لا ولا أي حاجة. احنا نسيبه البحة هي بسم الله ما شاء الله تقلب البيض بتاعها كويس، وربنا بارك لنا. ممكن حاجة فيها تخصيب وفي الآخر ما يطلعش فيها. فالبحة دي مش هنحطه تحت منها بيض فراخ أو بيض فروج يا جماعة، لأنها مش هترضى بيه نهائي. هتكسره أو هترميه برا أو أتاكله، المهم مش هتخليه تحت منها. فاحنا استكفينا انها بسم الله ما شاء الله الله أكبر تطلع لنا البحة اللي تحت منها. تمام ان شاء الله باذن الله كده لما الديوك تكبر هنحطه اكتر تحت البيضه اللي احنا هنحطه تحت منيها. هنحطه تحت منها كتير باذن الله. نستفاد طبعا بالحاجه الموجوده يا جماعه في البيت. زي ما قلنا الواحد ادم عنده حاجه في البيت زي كده استفاد منها. انت عندك بيض فراخ او بيض فروج وعندك البح او البط يركض على البيض، حطي منه بدل ما انت تروح تشتري. حطي البيض اللي عندك في البيت موجود، مش هتكلف ولا هتشتريه. اللهم صل على سيدنا محمد. الواحد يبقى عنده الديك كده موجود في البيت مع الفروج اللي عنده، فهتبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وبطاية او بحاية مع الذكر بتاعها تمام كده. والله الله اكبر، يعني هتاكلوا وتشربوا انتوا واولادك مني، بس اهتموا بالحاجات. والله يا جماعة صوت الصوصة يمكن مش عارفة سامعينه ولا لا. بسم الله ما شاء الله الصوت بتاعها هنا على الله اكبر. تمام يا جماعة، احنا الدنيا الشتاء هنا طبعا الايام دي، فهنا يعتبر يعني كده عدن الشهر. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. وهي رقدت عليه بدري يا جماعه، يعني مش استنت انها تخلص البيض نهائي وبعدين رقدت، لا. هي طبعا من اول ما كانت تبيض 5 مثلا رقدت، فهي دفت اول باول. فالبيض الاول هو اللي هطلع طبعا الاول. اللهم صل على سيدنا النبي. هي بحة بسم الله ما شاء الله، والله شاطره يا جماعه. الله اكبر عليها. الواحد ينقي الحاجه الحلوه الفالحه زي ما اقولوا كده عندنا هنا، انتاي الفالحه. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام يا جماعة، ده فيديو كده ان شاء الله بإذن الله كده تشتركوا في القناة ويعجبكم اي فيديو ننزلوه. سامعين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. انا في الاول كنت عاملة صوت عصافير او صوت حاجة، فانبص فلقيته بسم الله ما شاء الله ناقد، ومش عاملة حسابي خالص انه يطلع والله اليومين دين. انا قلت لسه نطول شوي. اللهم صل على سيدنا النبي. انا قلت هياخد له كام يوم تاني، لان اليومين دين الجو عندنا برد. وفي البرد ده يا جماعة طول، الواحد ما يستعجلش على الحاجة، لأن ممكن في بيت عن بيت أو منطقة عن منطقة طبعا هتفرق السقعة. فما تستعجلش وتقول كمل شهر، ممكن يوصل ل40 يوم في الشتاء اللي احنا قاعدين فيه ده. ولسه الشتاء داخل، فاللي معاه بح أو بط لسه حبيض أو أبيض أو تو راقد ما نستعجلش عليه يا جماعة. ادم اللي هي راقدة وفيها سيبها، هتطلعها إن شاء الله، بس بلاش تقلبوا فيها كتير. طبعا هي البح عايزة تدخل، لأنها هي لها يوم امبارح ما كلتش، النهارده كلت طلعت تاكل. اللهم صل على سيدنا النبي. فهي عارفه طبعا ان في البح تحت منها عيط، هي تسمع الصوت بتاعهم، فهي مش عايزه تطلع وتسيبهن النهائي. فاحنا هنسيبوها تدخل ترقد عليهن وتدفيهن عشان خاطر الدنيا صقعه بر. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله.
هاي دخلت على طول ورقدت عليهن. هي عارفة طبعا، هي البحة دي يا جماعة صعب ان انت تاخد حاجة من تحت منيها. لما نعوز نجيب الطيور اللي البط اللي هتطلع تحت منيها والبحة هتعضنا بطريقة فظيعة. هي مش عايزة اي حد يتلف اي حاجة من تحت منيها. البيضة بسم الله ما شاء الله، نحط بيض ناخد بيض، نشوف البيضة اللي تحت منيها لو نطلع حاجة ناخدها. ربنا بارك لي فيها ان شاء الله ويحفظها يا رب، اللهم امين. لكن دي ايه، بحة صعبة شايفين. انا هنقرب التليفون بس من بعيد، هي رافضة طبعا الكلام ده. اللهم صل على سيدنا النبي. ان شاء الله باذن الله كده لما تطلعينا هنعمل لكم فيديو ونشوف ازاي هنستقبلوه كده مع بعضنا، وان شاء الله كده يكرمنا واياكم بالخير كله، اللهم امين يا رب العالمين. باذن الله كده تشوفوا معانا خير، الخير كله يا رب، اللهم امين. ويعجبكم باذن الله كده المنظر طبعا بتاع البحر الصغير ده يا جماعه، والله الله اكبر، من اجمل المناظر اللي الواحد ممكن يشوفها كده ايه، وقلبك ده يحبها ويفرح قلبه. ربنا فرحنا احنا واياكم واولادنا اجمعين يا رب، اللهم امين. تمام يا جماعه، ما تنسوناش بالدعاء كده لينا والجميع المسلمين اجمعين في كل مكان، اللهم امين يا رب. تمام، صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. ان شاء الله باذن الله كده الفيديو يعجبكم وتتابعونا وتشتركوا معنا في القناه وتعملوا لنا لايك كده وتشاركوا مع اصحابكم مع حبايبكم باذن الله كده، اللهم امين يا رب العالمين. وباذن الله كده الفيديوهات تعجبكم وتستنونا ان شاء الله باذن الله لما تطلع كده كله وتنشف لينا كده. هنسيبوها تنشف تحت منيها الواحد، كل ما البطة او البحة تنشف الحاجة اللي تحت منيها هي كويسة، هتاخديها كويسة وبصحتها الحلو. يعني سيبيها خالص هي تطلع من البيضة كده مع نفسها. طبعا في الصيف هتطلع اسرع من الحر، في الشتاء تاخد ايه، ممكن تاخد يوم ويوم شوية، ممكن تاخد يومين. فسيبيها ايه تطلع مع نفسها، الا لو حسيتي بقى انها طلعت يعني ايه، تلقاها زنقت نفسها او طولت انها ما طلعتش مش زي اخواتها التانية، ده ممكن تدخل فيها وتطلعها. لكن كل ما تطلع سايب البحة والبطة تطلع مع نفسها ولوحدها طبعا ايه، هتكون صحتها كويسة. حتى الرجلين بتاعتها بسم الله ما شاء الله تقدر توقف عليها بسهولة كده وتمشي وترمح وتبقى صحتها ايه كويسة خالص. تمام، بإذن الله كده أول ما يطلع عن ايه هنشوفوهم مع بعضنا، اللهم صل على سيدنا النبي، وحن ايه نستقبلوهم مع بعضنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله يا جماعة، ده رزق من عند ربنا، لا حول لنا ولا قوة كده. يعني هي البحة باضت، ربنا كرمنا بيها وباضت، وسبحان الله ربنا كرمنا من البيضة اللي تحت منيها، وربنا إن شاء الله بإذن الله كده تطلع لنا خير كتير، اللهم آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواحد يقعد يقول سبحان الله يا جماعة على أي حاجة في الدنيا دي، سبحان الله سبحان الله، سبحانك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله نلقاكم على خير بإذن الله كده في أحسن صحة وراحة بال، ربنا يديمها علينا وعليكم راحة البال يا رب، والصحة النعمة من نعم ربنا، اللي يعني الواحد ما يقعد قد يقول الحمد لله عليها، والله ما حيعمل كتر خير. يعني الحمد لله ان ربنا كرمنا بنعمة الصحة دي، الحمد لله الحمد لله. اشكروا الله يا جماعة وقولوا له الحمد لله كتير، قولوا الحمد لله والشكر لله كتير، الحمد لله والشكر لله على كل النعم اللي ربنا كرمنا بيها. تابعونا يا جماعة واشتركوا في القناة، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.